معايا السيد المستشار محمد رشوان، المحامي الشهير للحديث عن هذا الامر، طبعا محامي بالنقد الشهير للحديث عن هذا الامر. سياده المستشار مساء الفل. مساء النور يا استاذ محمد، كل سنه وحضرتك طيب الله يخليك، وكل مشاهدينك وكل البرنامج وكل الشعب المصري، كل سنه وحضرتك طيب وانت طيب وبخير يا رب. انت تابعت اكيد ال 12 ده امبارح بس طبعا. عرفنا يعني مش لسه بس عارفين الكلام ده امبارح بدا الجانب القانوني طبعا لنادي بيراميدز يعلن ونشرته كمان ويمكن كلمت الباشمهندس عادل القيعي في هذا الامر كمان امبارح كلمته يعني وسالته عن هذا الامر. راجل يعني استعجب جدا 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 من هذا الامر. خليني اعلق على هذا الموضوع في نقطتين. النقطه الاولى، مش عارف يعني حضرتك قلتها في معرض حديثك، قلت كل الاسهم موجهه من بيراميدز الى الاهلي. ما تعرفش ايه السبب؟ يعني هل التساؤل الاول المنطقي قبل ما نتكلم في القانون، هل بيراميدز بعد ما فشل في حصد اي بطوله على ارض الملعب من الاهلي او من غير الاهلي، هل بقت البطولات بالنسبه له في ساحات القضايا، يعني ان هو يشتكي حسين الشحات او ان هو يعمل زي مشاجره مع الاهلي، ده هو اللي يعني هل ده فريق كره قدم وجد لبطولات على ارض الملعب ولا بطولات في ساحه المحاكم؟ اكيد لا 100%. بس انا هطلب من سيادتك حاجه، ان حضرتك تستعرض معانا الموضوع ده في الجانب القانوني بحياد تام. ما انا هقول من بيراميدز او من الاهلي يعني بعيد عن تفصيله طبعا انا بس لماذا يفعل بيراميدز ذلك. بحط علامه يعني تعجب الاول، من حقي ان انا اعلق عليك علامه تعجب. السبب ما تعرفش يعني تمام. كل المحللين وكل الناس، لكن بنتكلم في الناحيه القانونيه. الناحيه القانونيه نمره واحد، لازم نعرف انه من حق اي حد انه يقدم شكوى او بلاغ او دعوه قضائيه. طبعا كويس، ده امر متاح للجميع وفقا لاحكام الدستور. كويس. النقطة الثانية انه جرائم الشكوى طبعا احنا وسيادتك بتتكلم بنستعرض المواقع على طول، ووسائل الاعلام اخذت على طول انه هتبتدي من يوم 19 اولى جلسات المحاكمة من محاكمة المهندس عادل القيعي في سب وقذف رئيس نادي بيراميدز. طبعا لانه الدعوة مهمة، لانها تتناول شخصية رئيس شركة الاهلي وراجل له قيمة وقامة في مجال كرة القدم منذ سنوات. فطبيعي ان كل الناس وبدأت ناس تكتب كمان في العناوين انه ممكن يكون المهندس عادل القيعي مهدد بالحبس. لا الحقيقه يعني صدى البلد كاتب عادل القيعي مهدد بالحبس بسبب شكوى رئيس بيراميدز. يعني خليني اتكلم في الناحيه القانونيه في دقيقتين باستفاضه كده. سيادتك كنت بتقول انه من حق اي مواطن، نمره واحد من حق اي مواطن انه هو يلجأ للقضاء. تمام. او شكوى. لكن خلينا نقول انه في جرائم، في حاجه اسمها في القانون جرائم الشكوى. جرائم الشكوى دي مرتبطه بمواعيد معينه. يعني ما تزيدش الميعاد بتاعها عشان اعمل جريمه شكوى. يعني الدعوه القضائيه المقامه دي احنا بنسميها في القانون جنحه مباشره. تمام. يعني اقيمت بطريق الادعاء المباشر، بيروح السيد المحامي او صاحب الامر بيعمل جنحه مباشره، صحيفه جنحه، ويروح يأيدها في المحكمه، والنيابه تحدد لها جلسه. من حق اي حد الصبح يروح يعمل كده، بس ليها شروط معينه. اولها انه ما يكونش مر على الحدث اكتر من 3 شهور. يعني الشكوى اللي انت بتتكلم عليها او بصددها ما يكونش مر عليها اكتر. ودي قصدك انها مر عليها اكتر من 3 شهور؟ مظبوط. ادي اول نقطه. ما هو ربما يكون قدم البلاغ قبل نهايه ال3 شهور، لكن انتقال الموضوع للمحكمه وتحديد الجلسه الاولى هو اللي طال. شوف وارد يا فندم، لكن مش كده برضو؟ لا وارد. لا وارد، بس استبعد كده لسبب، لانه الجنحه المباشره بيحدد لها جلسه في ذات اليوم اللي بتقدمها فيه. طيب الحاجه الثانيه، ربما يكون وارد ايضا او في القانون اللي انا فاهمه، انت سيادتك طبعا يعني ادرى مني بكتير في المسائل دي، ان ربما ان يكون احيط علما متاخر. يعني ممكن انا حد يكون اتكلم عني انا ما شفتش، ده كلام مظبوط، وحد يجي بعد 6 شهور يقول لي يا شبانه ده كان مثلا اكس اتكلم عليك فانا لسه عارف دلوقتي. مظبوط. انا اقول لحضرتك ده تقديره وتقييمه يرجع للمحكمه. تمام. يعني وما ان المحكمه قدرت واعلنت جلسه معناها استجابت؟ لا لسه. لا طبعا. ده السيد القاضي هو اللي القاضي بقى هو اللي هيتحقق من هذا الامر. اوكي. اقصد ان ربما برضو النقطه دي تكون في الاعتبار، مش كده؟ احنا بنطرح بشكل محايد، بنعرف الناس كلها معانا على الشاشه. يعني دي وارده، انا اقصد قانونا ان انا اكون عرفت متاخر. مظبوط. نمره واحد، يبقى نمره واحد من حق اي حد يشتكي. تمام. نمره 2 جرائم الشكوى خلال 90 يوم. نمره 3 اللي حضرتك استعرضته ده كله في متن الخبر. يعني النهارده معيار السب والقذف، انا عشان اتهم حد
بالسب والقذف عبر وسائل التواصل او عبر التلفزيون ليها معايير معينه يا استاذ محمد. تمام. يعني لازم يكون الاتهام اللي انا اتهمته للشخص ده يا اما يحط ما بين سمعته وما بين اقرانه، يا اما يكون يمثل جريمه لو صحت لاستوجبت عقوبته. تمام. نشرح يعني ما ينفعش استاذ محمد شبانه يطلع يتكلم في موضوع فانا اوجه له سهام الاتهام كده بالسب والقذف الا لما يكون اللي هو قاله عليا يعرضني انا للعقوبه. تمام. كويس. او يكون في نوع من انواع الاحتقار من شأني. طب الكلام اللي اتقال ده يخش تحت انهي بند من الاثنين؟ ما هو الحقيقه انا بترك التقييم بقى للمشاهد والحضرتك. هو لما يتقال مثلا ان هو كان جاي بيدعي شيء ثم اكتشفنا شيء ثم اكتشفنا ان هو اللي حرض اللاعب الفلاني احمد كوكا على الهروب من النادي الاهلي وكل الكلام ده، انا وجهه نظري يتاخد تحت انهي بند؟ انا وجهه نظري وطبعا هو بنترك التقييم للمحكمه، وطبعا السلطه القضائيه لها كل الحريه في هذا الامر، ده امر يخضع لتقييم المحكمه. تمام. لكن انا بشوف انه انا لما اتكلم اقول ده دخل النادي وعمل اجراء او بتاع، ده كله في اطار الرياضه او في اطار ما فيش فيه اتهام يسبب، يعني لو صح حتى التحريض للهروب ده مش اتهام؟ تحريض يعني لعيب على الهروب؟ هل ده يؤدي الى عقوبه جنائيه؟ ما هو ده المعيار. يعني انا النهارده اتقال عني ان انا حرضت لعيب وهرب مثلا كوكا، حضرتك سميت تمام، وكوكا راح طرف بره، هل ده لو اتطرح او تقدم فيه بلاغ يتم عقاب الاستاذ ممدوح عليه؟ لا، مفيش جريمه. طب انا بحاول اسال اسئله اكون الطرف الثاني يعني ايوه، ما انا عارف بقدر الامكان عشان الناس كلها تبقى مستوضحه. حضرتك بتنقل تساؤلات الناس، وخصوصا الطرف الثاني اللي هو بيراميدز كمان، لانه برضو الاهلي ومهندس عدلي كل الناس مهتميه بيه، بس انا بحاول الاقي سبب للدعوه. يعني كلام مظبوط، عشان وهو ده اللي انا بقوله مع حضرتك دلوقتي. يعني انت النهارده طب هل انت بتقول ده لا يؤدي الى جنايه؟ صحيح. انا النهارده فبالتالي لا داعي لرفع الدعوه بالاتهام. عشان ارفع جنحه سب وقذف كويس، لازم يكون ما اتهمت بيه او ما القي الي من كلام او اتقال عني، اذا صح، ده نص القانون، اذا كان صح يتسبب في انزال عقوبه عليا. فانا لو افترضت ان الكلام طب مساله تشويه السمعه دي مش عليها عقوبه؟ ما هو انت النهارده يعني اذا انت بتعمل مثلا بالتحريض او انا كنت بكذب اللي انا بقول خبير في الارسنال او هل ده ما يستدعي؟ والله حضرتك في الدعوه الجنائيه بتاعتك حضرتك في الدعوه الجنائيه بتاعتك قدم ما يفيد انك انت كنت خبير في الارسنال. تمام، ودع المحكمه تنظر ما انت شايف في هذا الامر. يعني هي فيها بص، السب والقذف فيها حته جوازيه للمحكمه. بمعنى ايه؟ يعني خليني اضرب لسعادتك مثل واضح من دعوه قريبه. خد بالك انا خريج مثلا 100 قضيه سب وقذف في المحاكم. انا عارف وخدت كلها براءات الحمد لله. عارف الحمد لله. لا خليني فشويه بفهم في الحته دي. يعني هقول لحضرتك جزئيه صغيره قوي حصلت من الشهر اللي فات، وقضيه كانت شاغله برضو الراي العام الرياضي. تمام. في القضيه بتاعه الكابتن رضا عبد العال والكابتن ربيع ياسين اللي انا كنت محامي الكابتن ربيع ياسين فيها. المحكمه قالت انه واتحكم فيها بايه دي؟ انا مش فاكر. اتحكم فيها بغرامه على الكابتن رضا عبد العال ب 15000 جنيه. المحكمه قالت ودفعهم رضا؟ لسه ما دفعهمش. والكابتن ربيع مش هيتصالح ولا مصر؟ لا مصر ومكملين في الدعوه بتاعتنا. بس انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول لحضرتك اخد منها واضرب مثل في اللي حضرتك بتتكلم فيه. هنا النهارده لما الكابتن رضا اتهم الكابتن ربيع بانه كان منتمي لجماعه ارهابيه، المحكمه قالت ايه؟ قالت ان الكلام ده مش راي. ده اتهام. ده اتهام. ليه؟ وان صح يحاكم عليك كابتن ربيع ياسين. خدت بالك من المعيار؟ تمام. انا بشرح لجنابك مش القضيه. المعيار ازاي؟ اذا كان فعلا صح يبقى الراجل هيتحبس، يبقى ده اسمه سب وقذف. تمام. لكن احنا بنقول ايه؟ انه مجرد الراي او النقد او ان انا اقول لك ان ما كنتش خبير في الارسنال، يا سيدي قدم انك انت خبير في الارسنال وده المحكمه تقيم. لو المحكمه شافت ان ده سب وقذف هتقضي في الدعوه الجنائيه. يعني هنا بما يشعر به القاضي من ملابسات الواقع. من ملابسات الواقع. عندنا جانب شكلي وعندنا من حق اي حد. تمام. وعندنا التعليق اللي قلناه، احنا مستغربين. وبعدين رساله في الاخر، احنا النهارده الاهلي والزمالك في تقارب، والناس النهارده بتقعد مع بعضيها، والناس النهارده ده انا بعد ما هقفل معاك انا هتكلم وهعمل مبادره دلوقتي، لانه في الاخر النادي الاهلي نادي عظيم، ونادي بيراميدز نادي مجتهد. على فكره انا معجب بالتجربه.
يعني بعيد عن التفاصيل اللي بتحصل فيها نبش وبيؤدي انه الناس بتغضب من النادي، لكن كتجربه يعني سيبك بقى من انا حسين الشحات والخالد معشيني نادي يدخل المنظومه في اضافه نعتبره تجربه. بالظبط. تقييم التجربه هل ناجحه ولا مش ناجحه؟ هم بقى متوهين تقييم التجربه في الحواديت دي. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. بالظبط، برافو عليك. صح. ان احنا بدل ما نركز في الكوره ونشوف التجربه دي ونكمل في افريقيا ونضيف فريق زي ما فيوتشر اضاف. مظبوط. فيوتشر صعد ربع نهائي النهارده وبقى ليه مظبوط بيلمع في مجال الكوره، ووصل فاينل كاس اللي هو السوبر المصري الابطال قدام الاهلي. امشي في نفس الاطار. مظبوط. خش بطولات اكتر، حاول مره ثانيه يمكن مظبوط. تنجح. ده الامر يعني. مظبوط. ده الامر. طب انت لما كلمت المهندس عادل القيعي امبارح كان تعليقه ايه على الدعوه القضائيه دي؟ خصوصا انه انا اسف للمقاطعه ان المحامي اسمه كريم اسمه كريم ايه يا شباب؟